السلام عليكم. الحسين القدوة. هو أول شيء إحنا نحتاج قدوة بالحياة؟ إيه طبعا نحتاج قدوة. كل الأمم وأنا أدعي دائما أنه قاري تاريخ الأمم كلها تشوفونهم قدوة تاريخية تشلب به. وأنا حاكي يعني هولغا لقيته بالدنمارك بكوبنهاجن. هولغا عبارة عن تمثال قاعد هيك منتج على سيف. هولغا تمثال كش ماكو. وانا اعرف قلت يابا تعالوا انتم اخواننا الدنماركيين انتم وين عندكم تاريخ؟ انتم فايكنز عباره عن قراصنه شنو خلين هذا؟ طبعا هولغا يجون الشباب المدارس الاعداديه والكل يتمسحون به بس عوزه يخلوا له شو اسمه علق وياخذون بركه من يمه. يابا شو القصه؟ قالوا اي هذا حامي حمى الدنمارك وكوبنهاجن. ما وين اكو بالتاريخ؟ قال الدكتور انت صدقت احنا ما عندنا بس احنا صنعناه يعني كذب وهمي لانه الناس تحتاج قدوة إلها تاريخيا. أنتم عندكم ما شاء الله سومر وبابل وآشور وعندكم الإسلام إحنا كل شيء ما عندنا فخليناه وبالتالي الشعب مصدق به. فإحنا نحتاج هاي القدوة. الحسين سلام الله عليه هو القدوة العظيمة. وين أكو مثل الحسين سلام الله؟ ليش؟ لأن الإنسان بطبيعته يتأثر ويقلد الناس اللي قبله. أفضل نموذج تقلده أنت هو الإمام سلام الله عليه وأفضل يوم تقلده هو عاشوراء. لأن أنت تجي على شخص كانت الدنيا كلها جو ايد الحسين. احنا خلينا نفهم ان ابو عبد الله كان كلش غني ترى. الامام شلون من جاء الغنى؟ الامام علي ترك له الحسن والحسين ترك لهم اراضي بملايين الدنانير استصلحها من ابعد عن الخلافه. الامام علي استصلح اراضي بور والارض من يصلحها. معاويه بارض واحده ابو نيزر اعطاهم مليون دينار وما باعوها. بقاها الامام علي بقاها الايتام وقسم بقاها لهم. هو هم خامس أهل الكساء مبشر بالجنة باعتراف المسلمين. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة والحسن والحسين إماما قاما وقعدا استلموا حكمهم واستلموا الحكم طبعا وأبوهما خير منهم. هو المرجع الديني الأعلى هو زعيم قريش وزعيم بني هاشم وبعد شي يريد الحسين سلام الله عليه. المفروض هذا القدوة يقول لك أنا شعلية شعب جاهل وما له علاقة بي وطبا 100 مرض. الحسين لا لأن هو قدوة. القدوة في كل شيء. احنا فاهمين الحسين قدوة بموضوع السيف والجهاد وهذا مهم جدا واللي هو خلاه سيد الشهداء. لكن الحسين كان قدوة كأب. اقروا تعامله مع اطفاله وشلون حنين عليهم مع زوجاته مع اخواته وشلون يقضي حوائجهم وشلون كان يجلس مع الغلمان ومع الخدم مالته حاله من حالهم ياكل حاله من حالهم ويضحك ويبتسم. وكان بشوش الامام الحسين سلام الله عليه وعنده حلقة درس في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وخشوع عجيب من كان يصلي. احنا ما مركزين على هذا الموضوع. كان يصير بغير عالم والبكاء وصلاة الليل والصدق مالته والتعامل من الطفولة لأنه هو ربى الرسول وفاطمة وعلي فطلع هذا الإنسان العظيم. هذا القدوة اللي كلها الناس تريده. هذا القدوة اللي صفا شاف آية قرآنية غريبة تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الله أركن إلى الذين ظلموا؟ أنا ما أسكت على الظلم. أبا عبد الله هذا راح يسويه راح يطلعك من منطقة الراحة وراح يخليك تفقد نفسك وأطفالك وأخوانك وأحبابك وزينب تسبى. إيه لأنه الإسلام يستحق. عاف الحسين سلام الله عليه الطواف في يوم التروية يوم 8 ذو الحجة عافهم كلهم لأنه قال هذا القلب اللي تقولون تطوفون حول الكعبة تقول يا رب احنا نبايعك. لا هم ما يتبايعون تتبايعون يزيد ظالم. فعافهم وراح إلى الموت. خلوا نشوف شنو سوى من راح للموت الإمام الحسين ماذا عمل. فأصبح القدوة العظمى. ترك طاعة اللئام ويزيد وراح إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ودفع الثمن الغالي. تحياتي لكم.